سؤال حلو. هل الفوركس ممكن يخليني مليونير؟ في البدايه بقى كونسبت عن الفوركس لازم تتغير. احنا في سوق الفوركس او اللي ناوي يتعلم اي سوق مال ايا كان، هو ببساطه يحول من شخص عادي لشخص ماني ميكر. يعني ايه ماني ميكر؟ يعني صانع مال، بالاخر تاجر بتعرف او بيعرف ياخد الفلوس يتاجر بيها ويطلع منها ربح. لو اتاخد سوق الفوركس بالمحمل ده، خلاص انت اوريدي عامل حسابك ان انت هتتعلم ومجهز راس مال ومتوقع ربحك من راس المال ده كام، علشان ما تخشش السوق ده وانت راسم احلام ورديه وهي مش حقيقيه. السوق ده ببساطه خالص تتعلم، طبق اللي انت اتعلمته في حساب ديمو، وبعد الحساب الديمو حط راس المال بتاعك وتوقع نسبه من راس المال. انا مش هرسم احلام ورديه من 10 ل 30% في الشهر، انت كده 100 100 كافي جدا، بس من 10 ل 30% في مقابل ان انت الريسك على الراس المال اللي هو تقريبا بوابتك الوحيده للسوق هو راس مالك. السوق هيفتح كل يوم، انت لو راس مالك لا قدر الله مارجن يكون موجود، يبقى المكان الوحيد او الباب الوحيد اللي هيدخلك السوق هو راس مالك. ان انت تعمل من 10 ل 30%، فانت كده ماشي مظبوط كويس، عامل انجاز كويس. في نفس الوقت او في نفس النسبه ديت بتكون مخاطرك اصلا على حسابك او على راس مالك قليل. بس كده وربنا يوفقك.